كيفكن يا جواكر؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم مقطعنا عن عمك السيلاوي وعمك الشامي. هذول الاثنين في مشكله بيناتهم، الكل بيعرف انه في مشكله بين السيلاوي والشامي، والحمد لله هيك فجاه هيك دون سابق انذار ضل حلت المشكله، صلحوا الله حيه وكذا، وسيف وعرابه وترك. الحمد لله الحمد لله فضت يا عرب. بعد الصلح دغري عمك السيلاوي نزل مقطع له لغنية الشامي. دومي على احلى دكتور. هسه علي هسه تيجي مقطع حلو، بعدين حط لنا بكسام مبطل. إذا الكل انتبه على وش السيلاوي، الرياكشنات ملامحه حقيقية، يعني في حب، ما مو تمثيل، في حب. الحمد لله الحمد لله، احنا هذا طالبينه وقت أكثر. حبوا بعض، حبوا بعض، تكاتفوا، ايد وحدة ايد وحدة، بنعمر، جيب اولاد، ايد لك مع بعض، ايه حب بعض. وبنفس الوقت انه قبل بجمعة كانوا شو عم يتنتفوا بعض، يعني ايه معلش، يعني المهم نحب بعض، كيف شلون امتى وين نحب بعض. الله عليك، برافو والله. هاي ليه مش ضاوي النار؟ هلا باين عليه انه حابب الصلح، حابب انه يكون في صلح وود واحترام، باين، ما فينا نخفي هذا الشيء. وبنفس الوقت انه قبل بجمعه كانوا شو متخانقين وعم بعثوا رسائل مبطنه لبعض بين الشامي والسيلاوي، في رسائل هيك يعني مناغشه عم يتناغشوا، عرفتوا كيف؟ مبطنه من تحت لتحت. الحمد لله فضت فكت يا عرب، هذه بدنا اياها نحن، لان ما بدنا نشوف حدا اليوم من العرب متخانقين، بدنا اياها هيك كلياتنا هيك ايد وحده، ايد شو وحده هيك مع بعض متكاتفين، عرفتوا كيف؟ هلا في نقطة صغيرة هون حابب اوضح فيها، يلي هي انه اكيد الصلح ما تم للناس هيك لايفات وكاميرات وكذا انه صالحوا او بيسلموا مع بعض. هلا هذا الشيء اكيد تم هيك بين بعضهم، يعني شغله بين بس السيلاوي والشامي هيك لحالهم، كذا صلح تصالحني كذا ايدك بايدي، يا سلام نعمر بلاد هيك. اكيد ما حيكون العنم، لان ليش؟ خليني اعتبر حالي انا السيلاوي وانتم الشامي مثلا، او بالعكس يلي بدكم اياه، يلي بتحبوه. لما اجي انا قدام العالم كله واجي مد ايدي مثلا بدك تصافحني، تجي انت ما تصافحني، ما تبغى، قديش هون انا رح اكون ذليل، ثقيله. لان ليش؟ لان في عندك انت جمهور، هذا عنده جمهور وهذا عنده جمهوره، الاثنين لهم قواعد جماهيريه كبيره، كله بيعرف. فاكيد هذا الشيء تم شو خلف الكواليس، يعني واحد تقدم للثاني انه خلاص صلح كذا ويلا مشي الامور كذا، يلا حط ايدك بايدي، يا سلام عمرت قبلك، يا سلام. داره وانا في داري. ان شاء الله من اللقاء قريب ان شاء الله. حبيبي الشاي، وما مر كان مرا ومر. يا عيني عليك، حكيم، هذه بدنا اياه، ما مره كان مر، ما مره كان يلي هو، هذه بدنا اياه، هذه بدنا اياها نحن، بس ما بدنا اكثر من اشي، ولهيلتقوا مع بعض الشباب وخلص وامور طيبه، يا سلام. يعني الله لا يجيب المشاكل ولا لا سيلا بدك تستحي فيها يعني بعد اذنك، يعني الله يجيب، يعني حلوه الدراما كمان، يعني الدراما حلوه الدراما، بتجيب مشاهدات وتجيب، عرفت كيف؟ حلوه الدراما يعني، الله يدب الخلاف. ولا يخلينا نتمشكل مع حدا. الله يبعد عنا كل شر وكل مشاكل. امين امين يا رب العالمين، امين. يسعد دينك ما احلاك هيك، يا خلينا رواق وسبس يلي هو هيك رواق، هيك طيبين خفاف ونضاف هيك مروقين، ما بدنا مشاكل، بدنا هيك نعيش بثبات وامان ونجيب بنات وصبيان. اخوان خا ما حد يدق في حدا. شفتوا هذا اللي بتشوفوه كلياته؟ هي يا خططي يا انا عاملها قبل. انتوا خا ما حدا يتبع. خلاص مبينه خلاص السنه خلصت. معروف لمين. كل حدا بيطلع لي بيحكي لي 2025 الي هل عني يا زلمه. والله والله ما خليكم تقربوا على 2025. العب والله. من بعد اذنك سلاوي، 2025 مو لحدا، 2025 الي، من بعد اذنك ما حدا يطلع على حدا، 2025 الي، لا لك ليش الشامي لا ولا لحد ابدا، 2025 الي، من بعد اذنك خلي لي اياك على جنب انت والشامي على جنب. 2025 لعمك مين؟ جوكر. بس هون في نقطة صغيرة اللي هي انه في فيديو على الانستغرام هو سبب مشكلة بين مين؟ هلا قيمنا من شامي على جنب، حطينا على جنب، تصالح هو مين والسيلاوي، يبقى على جنب الشامي، سعدينه على جنب، خليك عمي الشامي حبيب قلبي. بيجي عنا مقطع على الانستغرام، هذا سبب مشكلة بين ماكس
ومين؟ السيلاوي يا حبيب قلبي. شو هو المقطع؟ لكم فنانكم اللي بتحبوه اجى وشهر مر علي ولعبنا بلاي ستيشن قد ايه صعب علي وبيعرف القصه. فاللي قدامكم ان شاء الله يا جماعه راح يحكي كل شيء، والله لا احكي كل شيء لو بدها تنقطع رقبتي. طبعا هون ميكس حاطط له تعليق للسيلاوي بيقول فيه: خوي يا خوي والله انت دمرت حالك بايدك، انا واحد من الناس كنت احبك بالواقع، لكن للاسف هي طريقتك اللي دمرتك وصحبتك اللي حواليك. ارجع للاردن نصيحه وارجع لحياتك القديمه تزبط. عمي ميكس بدك تسمح لي بهالنصيحه، هاي مو نصيحه، هي انت عم تشهر فيه، انت عم تفضحه هيك، انت ما عم تنصحه، انت عم تنشرني قدام العالم هيك انت هي مو نصيحه ابدا، هي اسمها فضيحه. خلينا نتفق على انه هي فضيحه. انت قدام العالم انت ما عم تنصحني، لا قدام العالم كله والله تقول لي انت مثلا حشاش سكرجي خمر، لا ما بصير، انت عم تفضحني، انت ما عم تنصحني. لما بدك تنصحني بتاخذني على جنب، والله هذا الشيء عم تعمله غلط، انت رجع هيك اعمل هيك ساوي، هون هي اسمها نصيحه، اما قدام العالم هي فضيحه، بدك تعذرني يعني. طبعا هون السيلاوي برد كومنت كمان على ميكس يلي هو اكيد غلط انه يرد عليه. خلص انا بشوف شو تعليق ما عجبني خلص شطر كبه ولا كاني شفته، عادي يعني. بس شوف شو هو التعليق. اولا انت مش اخوي، اه ما دغري هجومي اخي، هجومي ما عنده مزح، دغري رد عليه بلش باول كومنت هجومي دغري ما عنده. هات خلينا نكفي. لو انك اخوي كان لما شفتني عم دمر حالي بايدي جيت نصحتني، مش هلا جاي حبي. انا الحمد لله لك، انا الحمد لله صحيت على حالي لحالي ورجعت صلحت حالي لحالي. نصلح امورك اول وبعدين صير اخوي. طبعا عمك السيلاوي قال لي والله ما حكفي بهذا التعليق، لا بدك اعطيك زيدك تعليق كمان يزيدك من الشعر بيت. وصراحه انا ما كنت احبك، فمش مهم حبك صراحه كمان. لا قويه كثير اخي والله قويه يعني. ميكس رد عليه، ميكس رد عليه بسرعه، بدي اقوى من يلي قال السيلاوي. انت ميكس اقوى من قال السيلاوي بسرعه حبيبي. انا شفت شو صالح؟ انت مين؟ وين انت؟ ما فيش صالح، انا ما شايف شيء صالح يا زلمه. خلص يبعدوا يا زلمه، كفي لي التعليق حبيبي، كفي لي الكوم. ومش شاكه في 1%، انت على عينك يا تاجر، بس للاسف صارت النصيحه الايام هي تزعل. ميكس انا ما ندمر ايدي اخي، مو نصيحه، هي فضيحه، هي فضيحه، احفظ لي اياها حطها براسك، هي فضيحه مو نصيحه. الله لا يردكم ومن زايد لزايد. يعني هذا تعليق محب، انت كاتب له اول كومنت انت اخي، وين الاخوه؟ ما في اخوه، ما في تكاتف، تكاتف ما في، تكاتف في الحمى تواليت عم يبكي بالزاويه، ما في. انت اخي بحبك، لا برجع بقول لك من زايد لزايد، ما بيصير اخي، ما بيصير، انت بتحبني ما بيصير اخي هذا الحكي. من بعد اذنك ميكس انت هيك كثير عم تزودها. شوفوا اخر كومنت شو كاتب ميكس: انك ما كنت تحبني ليش تواصلت معي؟ بدك اروج اغنيه الك واطلع فيها ستوري. لا قوية، هي قوية. سيلاوي رد عليه، سيلاوي اعطيني اقوى من تبع ميكس، قوية. أو بقول لك ما تردش عليه، خلص ما تردش عليه، ما بديش ارد. ميكس سيلاوي ما تردش على بعض، خلص انهوا لي اياها فضت يا عرب. حبوا بعض مثل ما سوى السيلاوي والشامي يا شباب. تكاتفوا تكاتفوا تكاتفوا، خلينا نعمر هالبلاد ونجيب صبيان وبنات. طبعا يا شباب نحن بعينا عن الكوميديا، الشيء اللي مر فيه السيلاوي هو ابتلاء يا اخي، هو ابتلاء، وان شاء الله يكون قدر يطلع منه 100%. يعني اخر شيء نحن ما بنريد لحدا الشر او الضرر، الله يهدي العالم والله ما يمتحن حدا. بالنهايه كلياتنا بشر معرضين لانه نخطئ ونفوت بالغلط ونعم، بس اهم شيء نرجع لله بس. سيلاوي ميكس مثل ما خلصت القصه بين السيلاوي والشامي، بدي اياكم تخلصوا لي القصه بين سيلاوي وميكس من بعد اذنكم. ومثل العاده سلامات يا جواكب.